حدود الصداقة بعد الجواز، هل هي قبل الجواز زي بعد الجواز ولا مختلفة؟ والاختلاف ده هل دي حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ يعني لما اكون انا وصاحبتي الاصدقاء المقربين جدا بعد ما اتجوزنا اتغيرنا تجاه بعض، دي حاجة كويسة ولا مش حلوة؟ هل احنا كده يعني بقينا يعني مش حابين بعض او احنا كده خلاص يعني مش عايزين نكمل مع بعض؟ التغيير ده حاجة كويسة ولا لا؟ كتير من الناس بتسأل السؤال ده. انا صاحبتي اتغيرت كتير قوي قبل الجواز، كانت حاجة وبعد الجواز بقيت حاجة تاني. انا حاسة ان هي ما بقتش تحبني، حاسة ان هي بقت خلاص ليها حياتها. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. انا عارفة تكتبوا لي التعليق الجملة دي، الجملة الشهيرة دي، بس انا حابة طبعا اكون بطمن عليكم اول الفيديو، ويا ريت كمان تكونوا بتكتبوا لي في التعليقات وتطمنونا عليكم. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على كل الناس يا رب. اول نقطة، بعد الجواز ما ينفعش ان صاحبتي تكون بتيجي البيت وجوزي موجود في البيت لاي سبب ايا كان، الا لو كان هو بيجي، هي بتيجي صاحبتي هي وجوزها، وانا كمان بكون انا وجوزي، مفيش مشكلة. لو كده تكون اسمها زيارة رسمية بتقعد مثلا نص ساعة بالكتير قوي ساعة، وبيكون العلاقة رسمية جدا وبتكون الدنيا مظبوطة. لكن ما ينفعش صاحبتي تكون بتيجي البيت وانا جوزي في البيت بحجة اصل انا تعبانة وهي بتساعدني في البيت او جاية تهزر معايا شوية. ما ينفعش. في اماكن بتكون مخصصة ان احنا نطلع ونهزر ونخرج مع بعض، او لو انت جوزك مثلا مش موجود في البيت في الشغل بتكون بتيجي عندك. وبرده في حاجة مهمة جدا، ما ينفعش جوزك يكون بيسافر واكون انا بجيب صاحبتي وبنعيش مع بعض كام يوم لحد ما جوزي يكون بيرجع، لان الموضوع ده بيفرق جدا. لازم تكوني انت في بيتك وليكي حدود، ان هي صاحبتك بتيجي تقضي معاكي ساعة 2 3، ولو الطوارئ انت قاعدة لوحدك هي جاية تساعدك، لكن برضو يكون جوزك مش موجود، الا لو صديقتك المقربة تكون اخت جوزك. اكتر من كده لا. حتى لو كانت جارتك، صاحبتك، قريبتك او قريبة جوزك، ما ينفعش. هي يا اما تكون اخت جوزك يا اما تكون صاحبتك وليها الحدود بتاعتها. رقم 2، ما ينفعش اتكلم عن صاحبتي قدام جوزي كتير، لا بيكون لا بالسلب ولا بالايجاب، الا طبعا لو هو يكون بيسألك سؤال مباشر، مثلا انت كنت بتكلمي مين او كده، او مثلا كنت بتكلمي في ايه، طبعا بتقولي عشان يعني يكون في انت وجوزك ما بيبقاش في حدود. طبعا اكيد مش هتحكي اسرارها، ولكن بتطمنيه عليكي وبتطمنيه ان انت يعني كويسة، ولكن ما تحكيش لا بالسلبي ولا بالايجابي. ما ينفعش تتكلمي لا بالسلبي ولا الايجابي، لان ده بيخلي في لفت نظر من جوزك للشخصيه دي، يا اما يكون عايز يعرف الشخصيه دي مثلا فعلا زي ما انت بتقولي، او من كتر ما انت اتكلمتي عنها حاسه ان هي يعني عادي ان هو يكون في كلام كتير بينهم. فالافضل ما تتكلميش كتير لا بالسلب ولا بالايجابي، وما تفتكريش لما تتكلمي بالسلب ده هيفرق معاه، بالعكس هيفرق بالعكس. رقم 3، ما ينفعش ان انت تحكي سر يكون يخص جوزك او يخصكم انتوا الاثنين لصاحبتك، ومن باب الفضفضه، او انت مش عارفه تعملي ايه، او في موضوع انت مضايقك جدا فانت بتحكي. ما ينفعش تتكلمي نهائي عن اسرار بيتك، وخصوصا السر اللي جوزك تمنك عليه او سر بينكم انتوا الاثنين. ما ينفعش ان هو يطلع بره وتكوني بتحكيه ان الصديقه المقربه جدا جدا ليكي ومدياها كل الامان تقولي اصل دي اختي. مفيش حاجه اسمها كده نهائي. طبعا كل النقط اللي احنا بنتكلم عنها دي بتخليكي يعني ما يحصلش مشاكل فيما بعد، وتفضل الصداقه والعلاقه طول العمر كويسه. لكن ده اللي بيشوه العلاقه. ما ينفعش تتكلمي في حاجه زي كده، ما تعرفيش صاحبتك دي ممكن يوم من الايام تكون بتحكي لجوزك الحاجه دي وتكون بتخرب البيت، او بتحكي السر ده لبره، وده يكون مثلا يكون بيأذي في البيت ان انت طلعت السر بره، او اصلا حاجه ما ينفعش حد يكون بيعرفها بره. فبلاش تقولي حاجه تخص بيتك او تخص جوزك لصاحبتك حتى لو كانت مقربه. تتكلمي في اي حاجه في البيت، في المطبخ، في كل ده، لكن السر بلاش تكوني بتطلعيه حتى لو مضايقك. خلي يكون في حدود بينك وبين صاحبتك. رقم 4، بلاش مكالمات طويلة او ان انت تنزلي معاها كتير جدا. وده مثلا قبل الجواز كنت بنزل 10 ساعات عادي مفيش مشكلة، انا دي صاحبتي وبقعد معاها. لكن بعد الجواز انت عندك مسؤوليات. ما ينفعش اكون مجرد ما حصل لها اي ظرف او هي عايزه تخرج او رايحه السوق او اي حاجه فبتكلمك في التليفون
فبتقولك تعالي انت فاضيه، فانت حتى لو مش فاضيه بتنزلي معاها. لازم يكون ليها وقت مخصص، والوقت ده طبعا مش يوميا لانها مش والدتك ولا اختك، لكن حد انت صديقة ليها لازم يكون وقت مخصص، ممكن ساعة 2 في الاسبوع، او مثلا انت بتخرجي كل اسبوع بتجيبي طلبة معينة ممكن تكون هي بتنزل معاكي. لكن ما ينفعش ان احنا الاثنين نتفق مفيش مشكلة، لكن ما ينفعش ان هي اصل هي زهقانة، اصل هي كسلانة، اصل هي اي حاجة فانا انزل، اصل هي هتقول عليا ان انا نازلة، اصل هتقول عليا ان انا مش قريبة منها. لكن لازم يكون في حدود، بيتك واولويات بيتك وولادك اهم حاجة. ما ينفعش ان انت تكسري الحدود دي وتقولي اصل دي صاحبتي. صاحبتك ليها الحدود بتاعتها وليها الميعاد بتاعها عشان ما يأثرش عليكي وعلى علاقتك فيك. رقم 5 ودي مهمة جدا جدا جدا، طبعا علاقتك الخاصة بينك وبين جوزك ما ينفعش تكوني بتتكلمي فيها لان دي من الاسرار. طبعا حبيت ان انا اقولها عشان ممكن الناس ما تاخدش بالها منها، دي من الاسرار. لو انت عندك سؤال او مكسوفة او محرجة، ممكن يعني لو محرجة من مامتك او خالتك، ممكن في ناس مخصصة على اليوتيوب او على اي يعني دكاترة او الدكتورة بتاعتك، ممكن تروحي تسأليها وتتكلمي معاها لانها خبرت صاحبتك عمرها ما هتكون بتفيدك، اكيد هتضرك. فخليكي دايما تكوني بتروحي للتخصص او الناس المسؤولة هتديكي المعلومة صح ودقيقة جدا، وكمان هتخلي بينك وبين صاحبتك في حدود ما تطلعش عنها عشان ما تسمعيش كلام يضايقك او مش متوقعاه او انت مش متعودة ولا متربية عليه. فخلي دايما اسرار بيتك والحياة بينك وبين جوزك يا اما المكان المخصص طبعا بتكوني متفقة انت وجوزك عليه، او انت ما تتكلميش في الحاجات دي. حتى لو صاحبتك ابتدت تتكلم معاكي حاولي تقفلي في الموضوع، وقتها هتعرف الحدود بتاعتك، وده كمان هيفيدك بعد كده. اخر نقطة مهمة جدا جدا ولازم نتكلم عنها ولازم تسمعيني فيها كويس جدا. ليه احنا بنتكلم في الموضوع ده؟ لان كتير في حياتنا بنلاقي مشاكل كتيرة قوي، تقولك دي كانت صاحبتي، كانت اقرب واحدة ليا، ازاي عملت فيا كده، دي كانت قريبة، دي كانت بتاخد اسراري، ده انا كنت بحكي وبفضفض وبطلع كل اللي جوايا، دي كانت قريبة، دي كانت معايا. وكل الكلام اللي احنا يعني بنقعد نسمعه وبنقوله واحنا مش متوقعين ان الشخص ده ممكن يعمل كده. لان في حاجة مهمة جدا، الممنوع مرغوب، ودي مهمة جدا لازم تبروزيها كده في حياتك. الممنوع مرغوب. صاحبتك القريبة اللي جوزك جه ارتبط بيكي وهي صاحبتك طول العمر ده ومفكرش فيها عشان ممنوعة، ممكن تكون مرغوبة في الوقت ده. فبلاش ان انت تدخليها في حياتك ودايما تكوني حطاها قدام جوزك وتعتقدي ان ده عيب. وكمان الحاجة التانية، المشكلة الكبيرة اللي في حياتك اللي مضايقاكي وبتروحي تعيطي عليها قدام صاحبتك، ما تعرفيش ان دي حاجة ممكن تكون هي نفسها فيها وانتي بتحكي مش واخدة بالك، وما تعرفيش هي جواها ايه. ممكن تكون بتحكي لك نص الحقيقة اللي في حياتها، وممكن كمان تكون بتكذب عليكي، وما تعرفيش ان هي ممكن تكون بتتمنى الحاجة اللي عندك. زي مثلا الغيرة، ممكن تكون انتي زعلانة جدا ان جوزك مثلا بيغير عليكي كتير قوي، او يعني حاسة ان انتي متضايقة وما تعرفيش ان ممكن يكون جوزها بيتجاهلها اصلا، او مش فارق معاه، او مش بيشوفها اساسا، وهي طبعا بتواسيكي، او ممكن تكون كمان بتسخنك عليه، وده بيخلق مشاكل، وهي ما بتكونش نصحتك، وفي نفس الوقت هي ممكن من كتر المكالمات او المقابلات، او ممكن كمان انت تكوني بتسيبي فيه فرصة ان هما يتكلموا في التليفون مع بعض، ده ممكن هي تكون بتقولها له عن طريق اصلا ما خدتش بالها، وتبتدي ان هي اللي تقرب منه وتقول له على كل حاجة، وقتها هو هيقرب منها، وكمان هيحصل مشاكل كبيرة احنا في غنى عنها. الحدود مهمة جدا، وكمان بتخلي البيت مريح وفيه سلام، وكمان بينك وبين صاحبتك بتكون العلاقة مستديمة طول العمر، لان الحدود دايما بتكون حاجة كويسة في كل بيت. يا رب يكون الفيديو افادكم ويكون الفيديو عجبكم. يا ريت اكون بشوف تعليقاتكم لو الفيديو فعلا افادكم، حتى لو كان بنقطة واحدة او معلومة واحدة، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، ده بيفيدنا جدا ان اكون بكمل اي حاجة تخص المواضيع دي. ولو عندكم مواضيع مختلفة يا ريت تكونوا تكتبوا لي في التعليقات، وكمان يا ريت نرفع الفيديو ده باللايك عشان يكون ناس كتير بتشوف الحاجة دي، علشان نفيد كل الاسر. وكمان ابعتي الفيديو ده لصاحبتك، لان زي ما انت بتبقى عايزة كده كمان لازم تكوني بتعملي ده مع صاحبتك، علشان يكون كل اسرنا وكل بيوتنا في سلام. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.